سلام عليكم. هل ينفع اعمل الزبادي حتى لو انا ما عنديش جهاز الزبادي؟ ده اللي احنا هنشوفه النهارده مع بعض، سواء حضرتك عندك جهاز زبادي او ما عندكيش جهاز الزبادي هنعملها في البيت. اول حاجه لازم اختار نوع لبن جيد، يعني ابقى عارفه كويس قوي ان المصدر بتاعه كويس واللبن ده بخيره، مش اللبن المعلب، وده اهم سر في صناعه الزبادي. باخد اللبن بتاعي وببتدي ان انا افضيه في اي اناء هينفع ان انا احطه على النار. وطبعا اول مرحله هي ان انا هغلي اللبن دوت. اثناء ما انا بغليه المفروض ان انا بكون موطيه النار وبقلب بالشكل ده كده عشان ما يتلسعش مني. مجرد ما غلى معايا ببتدي ان انا اشيله من على النار وهسيبه يبرد لدرجه حراره المطبخ. لو انا بقى حابه ان الزبادي بتاعتي دي تطلع خفيفه مش دسمه قوي، ببتدي ان انا ادخل اللبن بتاعي للتلاجة حوالي يوم كامل لغايه لما القشطه بتاعتي تطلع على الوش بالشكل اللي حضرتك شايفاه، وهبتدي ان انا اشيل القشطه دي واستخدم باقي اللبن. وبصراحه انا بحب الطريقه دي لو انا هستخدم جهاز الزبادي. طبعا اللبن في المرحله دي بيكون ساقع لاني لسه مطلعاه من التلاجة، فهبتدي ان انا احطه على النار يدفى فقط، وفي نفس الوقت هحضر البادئ بتاعي هنعمها كويس قوي بالشكل ده لغايه لما اللبن بتاعي يبقى حرارته حوالي 50. هي المفروض ان الدرجه المثاليه عشان الزبادي بتاعي يتكون من حوالي 43 ل 49. انا هنا يعني وصلت درجه الحراره ل 50 على اساس ان انا دلوقتي لما هصفي اللبن بتاعي هيقل حوالي 5 درجات، فهتبقى درجه الحراره حوالي 45. فدي كده كويسه جدا. هبتدي ان انا انزل عليها بقى الزبديه اللي انا ضربتها كويس في الاول ونعمتها. هقلب ده بقى كله مع بعض. لو انا ما عنديش ترمومتر هبتدي ان انا احس عن طريق صبعي، يعني احط صبعي جوه اللبن واحس ان هو دافي بالنسبه ليا، يبقى كده درجه الحراره المثلى. بعد كده هبتدي ان انا انزل بالزبادي بتاعي في الكوبايات. انا الطريقه الاولانيه دي اللي هي عن طريق جهاز الزبادي. في المرحله دي انا ما بكونش محتاجه الغطيان بتاعه الكوبايات خالص. طبعا قبل ما ابدا في ان انا احط الكوبايات بتاعه الزبادي في الجهاز بدور على مكان ان انا مش هنقل منه لجهاز خالص، يعني المفروض طول فتره تحضير الزبادي يكون الجهاز ثابت في مكانه. هبتدي بقى احط الكوبايات بتاعتي جوه الجهاز ده على فكره عندي بقاله سنين وكويس جدا، وحصل حتى فيه مشكله مره ورجعنا للشركه وكان بصراحه يعني تعاملهم كويس جدا. وبعدين هغطيهم وهشغل الفيشه. هسيب بقى الزبادي بتاعتي تاخد فترة التحضير بتاعها مثلا من 5 ل 6 ساعات على حسب درجة حرارة الجو. وهنبتدي نعمل اللي هي في الفرن اللي هي من غير بقى جهاز الزبادي. اول حاجة هبتدي ان انا اجيب الزبادي اللي انا بحبها عشان يطلع الزبادي كله شبهها، وهبتدي ان انا انعمها كويس قوي. في الطريقة اللي احنا مش بنستخدم فيها جهاز الزبادي بفضل ان اللبن بتاعي يكون يعني بكامل خيره. هنا مش هدخله بقى التلاجة واطلعه واشيل الوش، لا. ليه؟ عشان خاطر تطلع يعني متماسكه اكتر. فبس بغليه وبسيبه يعني يدفى لغايه لما يكون ادفى من درجه حراره الجسم، او لو عندك ترمومتر برضو حوالي مثلا 45. وبعدين ببتدي ان انا اضيفه على الزبديه اللي احنا نعمناها كويس قوي واقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعدين هفضيهم في الكوبايات بتاعتي. السعه بتاعه الكوبايات اللي انا حاطه فيها يعني اكتر من الكوبايات بتاعه الجهاز، وعشان كده عددهم اقل. في الوقت ده بقى بكون انا مشغله الفرن حوالي مثلا 5 دقايق وبعدين بطفيه، وهاخد بقى الصينيه بتاعتي كده زي ما هي واحطها جوه الفرن. بعد مرور حوالي مثلا 5 ساعات انا بصراحه بميزها عن طريق قطرات الميه اللي حضرتك شايفاها دي، ومع الوقت ممكن كمان حضرتك تميزيها زيي، بتكون ليها شكل معين. ببتدي ان انا افصل الجهاز بتاعي، وهنا بحاول ان انا اشيل الغطا بتاعي بمنتهى الحذر، يعني لان بيكون فيه ميه زي ما حضرتك شايفه كده، انا مش عايزاها تقع فوق الكوبايات بتاعه الزبادي. طبعا في المرحله دي ابدا ما تحركيش الزبادي زي ما انا بعمل كده. انا دلوقتي بس بحاول اوريكي ان هي اوريدي بتكون اتكونت. امال ايه؟ باخدها على طول بغطيها وبنقلها للتلاجة. طيب اللي كانت في الفرن اخدت معايا حوالي برضو 5 ساعات وبقت بالشكل ده كده، مسكت نفسها. وعلى فكره ما ولعتش اللمبه بتاعه البوتاجاز، ما حطيتش ميه سخنه في الصينيه اللي حضرتك شايفاها، ما عملتش اي حاجه غير ان انا بس حطيتها في الفرن وقفلت. فنوع اللبن المستخدم ونوع الزبادي كافيين جدا ان هم ينجحوا معاكي الزبادي بتاعه الفرن من غير اي جهاز. هاخدها بقى وهبتدي ان انا اغطيها وهنقلها للتلاجة. طيب هتقعد قد ايه في التلاجة يا هدير؟ لو حضرتك مستعجله عليهم عادي ممكن من 2 ل 3 ساعات هتكون جاهزه. ولو مش
مش مستعجله عليهم، سيبيهم بقى براحتهم مثلا يوم كامل او اكتر عادي زي ما حضرتك حابه. شايفين بقى الناتج النهائي؟ بقلبها تماما هي راسا على عقب وما بتتحركش من مكانها. لاحظي كمان حتى من الجنب مفيش فقاعات، مفيش يعني اي حاجه بتدل على ان الزبادي فيها عيب واحد، كمان احلى من اللي احنا بنشتريها جاهزه. وتعالوا كمان نشوف القوام بقى بتاعها. دي كده اللي هي كانت في جهاز الزبادي، اللي هي تعتبر يعني بالنسبه لي انا نص دسم كده، شايلين منها القشطه. شايفين متماسكه ازاي وناعمه، وكمان حتى اللي كانت في الفرن نفس الكلام بالظبط، وبتلمع وماسكه نفسها، ومفيش احلى من كده. ما اعتقدش بقى ان في حد هيكون ليه حاجه ان هو يشتري زبادي من بره، سهله جدا ومش محتاجه اي اجهزه ولا اي اختراعات.